السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا طلاب الصف الثالث الإعدادي. أنا معاكم مستر عمرو عبد العليم مدرس الدراسات الاجتماعية. نبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد. والنهاردة إن شاء الله هنكمل باقي حل محافظات اللي إحنا كنا بدأنا فيها، ولكن طبعا يا صديقي ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده قبل ما نبدأ الفيديو وتشيره مع أصحابك عشان كل الناس تستفاد. أولا دلوقتي هنحل محافظة من المحافظات اللي كانت تقيلة على بعض الطلاب واللي حصل فيها غش كتير قوي السنة اللي فاتت وحصل فيها مشاكل كتيرة قوي، وهي طبعا محافظة الدقهلية. على الرغم من على فكرة ان الامتحان ما كانش صعب ولا حاجة. ركز بقى معايا كده يا اولاد، لان في برضو بعض الافكار في الامتحان ده لازم كلنا نستفاد منها. طيب ولو في اي سؤال انت ما عرفتوش دلوقتي اكتبه في كشكول لوحده عشان تحفظه، ولو جالك تاني تعرف تحله. اولا كده بيقول لي هنحل الجغرافيا. بيقول لي يشير رقم واحد الى حوض نهر ايه؟ رقم واحد اهو. طيب وده كده حوض نهر الكونغو. رقم اتنين بيقول لي يشير رقم اتنين الى السلالة نقط، هقول له كده رقم اتنين السلالة القوقازية. رقم ثلاثة بيقول لي كده الاقليم المناخي نقط، رقم ثلاثة هنا اهو وهيبقى الاقليم المداري. رقم اربعة كده بيقول لي الى دائرة عرض رئيسية، دي رقم اربعة اهي تمام، ودي هتبقى مدار السرطان. السؤال الثاني بقى يا ولاد بيقول لي كده يتأثر سكان العالم من حيث توزيعهم وأنشطتهم الاقتصادية بعوامل طبيعية وبشرية. في ضوء هذه العبارة السابقة أجب عما يأتي. رقم واحد كده بيقول لك تصنف معظم دول أفريقيا ضمن الدول ذات دخل اقتصادي منخفض. طيب السؤال ده بيتكرر كتير، فوانت مغمض عينيك كده على طول هقول له كده لأنها تعتمد على الزراعة والتصنيع النامي، وتعتمد قال لك كلهم او معظمهم من الريف، فعشان كده ذات دخل اقتصادي منخفض. طيب السؤال اللي بعد كده يا اولاد بيقول لي كده حدد اثر الانشطه البدائيه في تحديد الخصائص الديموغرافيه لشعوب افريقيا. بص يا سيدي، اولا كده الانشطه البدائيه تمام بيكون فيها زياده معدلات المواليد، وفي نفس الوقت بيقول لي كده زياده صغار السن. رقم اتنين بقى بيقول لي كده دلل. رقم ثلاثة بيقول لي دلل جغرافيا اثر التضاريس في توزيع سكان افريقيا. بص يا سيدي، السؤال ده لما يجي لك اقول له كده يتركز السكان فين وبيقلوا فين، فاقول له كده حيث يتركز السكان في المناطق السهليه وكمان المناطق المرتفعه السطح اللي هي الاستوائيه لاعتدال المناخ، ولكن بيقل السكان في المرتفعات تمام، قال لك كمان والجبال الواعره. طيب وكده احنا قلنا توزيع السكان وقلنا كمان قلة السكان. طيب السؤال الثاني بقى بيقول لك كده حدد او صنف الظاهرات الجغرافية على حسب نوعها وكمان القارة اللي موجودة فيها. طيب الميزيتا قال لك دي بتكون هضبة موجودة في قارة ايه؟ في قارة اوروبا. طيب سانت لورنس ده بيكون نهر وبيبقى موجود في امريكا الشمالية. طيب قال لك جاوا دي بتكون جزيرة وبتبقى موجودة في قارة آسيا. السؤال الثاني بقى يا ولاد بيقول لي كده صوب ما تحته خط. تتساوى قارة آسيا في معدلات المواليد مع قارة أفريقيا. أفريقيا دي غلط وهنختار آسيا، هتبقى الأوقيانوسية أو أستراليا. رقم 2 ينتمي معظم العرب إلى السلالة المغولية. طبعا إجابة خاطئة، هتبقى بدل المغولية القوقازية. رقم 3 تصنف نيبال ضمن الدول ذات الرعاية الطبية فائقة، هقول له لا، هتبقى رعاية طبية منخفضة. رقم 4 بيقول لي كده تنمو أشجار الصنوبر في إقليم الغابات الموسمية، أدام قال لك غابات فهقول له كده غابات مخروطية. رقم 5 بيقول لي كده يجري في هضبة جنوب أفريقيا نهر النيل والسنغال، هقول له بقى لا، ده نهر أورنج وكمان لمبوبو. السؤال اللي بعد كده بقى يا ولاد بيقول لي كده ب قررت مصر العمل على مكافحة تغيير المناخ من خلال مؤتمر المناخ عام 2022. في ضوء ذلك وضح الآتي: أثر التغذية والسكن على معدل الوفيات. هقول له كده بترتفع معدل الوفيات في الدول التي يوجد بها مجاعات وحروب. السؤال اللي بعد كده بيقول لي حدد أوجه التشابه بين التندرا والجبلي رغم اختلاف موقعهما الجغرافي. بص يا سيدي، التندرا والجبلي الاثنين بيكونوا شديد البرودة وخاصة في الشتاء، ودي كده الحاجات المشتركة ما بين الاثنين. السؤال بعد كده بقى بيقول لي جيم، آخر سؤال عندنا في الجغرافيا: توقع ماذا كان يحدث إذا
كانت سواحل افريقيا شبيهه لسواحل اوروبا. بص يا سيدي، اولا سواحل اوروبا نعرف عنها ان هي متعرجه، فاقول له كده سوف تصبح متعرجه. طيب لما بقت متعرجه بقى ايه اللي حصل؟ هقول له كده فادى الى انشاء الموانئ الطبيعيه بها. وده كده كان اخر سؤال عندنا في الجغرافيا. ناخد بقى التاريخ يا اولاد. بيقول لي كده اول سؤال عندنا صح وغلط. بيقول لي ارسى العلماء قواعد الحكم الدستوري لمصر منذ مطلع القرن ال19. هقول له اجابه صحيحه. رقم 2 استمرت طبقة التجار تؤدي دورها الاقتصادي خلال عصر محمد علي. إجابة خاطئة لأنها اختفت تماما. تمام. رقم 3 اتخذ السلطان سليم الأول من الخلافات الحدودية مدخلا لتحقيق طموحاته السياسية. هقول له إجابة صحيحة. تمام. رقم 4 ساهمت المجالس السورية في الحفاظ على السيادة المصرية في زمن محمد فريد. هقول له إجابة صحيحة لأن محمد فريد فرنسا كانت عايزة إن هي تمد قناة السويس تاني لسنين تانية قدام، ولكن محمد فريد من خلال الجمعية التشريعية بدأ اللي هو يخلي المصريين يلغوا الأمر ده. طيب ب بقى بيقول لي كده أصدر محمد علي لائحته عام 1837 وسعيد باشا لائحته عام 1858. استنتج هدف كل منهما. رقم 1 بالنسبة لمحمد علي قال لك ان هو اعاد تنظيم الاداره الى 7 دواوين. انما اللائحه السعيديه قال لك ان الارض الزراعيه هتبقى وراثه الارض الزراعيه للابناء. ده كده الهدف بتاع الاثنين. السؤال الثاني بقى بيقول لك كده اعطي الادله، يعني اديني الدليل المناسب يعني. رقم 1 اثرت سياسه العزله التي فرضها العثمانيون على مصر على الناحيه الفكريه والثقافيه. طبعا اثرت. طيب اثرت ازاي؟ هقول له كده أصبحت مصر بعيدة عن كل المؤثرات الحضارية فاهتزت مكانة الأزهر، وكمان تدهورت الحياة الأدبية، وكمان بقى فيه جمود وتخلف، واقتصر الاهتمام بالعلوم فقط العلوم الشرعية. ده كده النتائج أو دي كده الأدلة اللي أنا لازم أقولها له. رقم 2 بقى بيقول لي كده خضوع الحياة الاقتصادية للاحتلال البريطاني. طيب حياة اقتصادية يعني زراعة وصناعة وتجارة. هقول له كده لأن أو حيث قام الاحتلال البريطاني بفرض سياسة بتخدم مصالحها البريطانية بزراعة القطن التي تحتاجه بريطانيا. السؤال الرابع بقى وآخر سؤال عندنا في التاريخ بيقول لي كده تألفت لجنة التحقيق العليا الأوروبية بناء على مطالبة مين؟ هقول له المراقبة الثنائية. السؤال اللي بعد كده يا أولاد بيقول لي برضو عين أحمد عرابي وزيرا للجاهدية. بيقول لي كده عين احمد عرابي وزيرا للجاهديه والحربيه في عهد وزاره مين؟ هقول له كده وزاره البارودي. رقم 3 بعد خروج الجيش المصري من السودان بعد مقتل السرلستان عاد مره اخرى بموجب ايه؟ هقول له لما عملنا معاهده عام 1936. رقم 4 بقى بيقول لي كده قام بوضع خطه اصلاحيه. ادم قال لك خطه اصلاحيه في جميع المجالات. تمام. القائد الفرنسي مين هيبقى؟ مينو. رقم ب بيقول لي في عهد من حكام مصر حدث الآتي: وصل النفوذ المصري إلى ساحل البحر الأحمر بكامله. هقول له كده الخديوي إسماعيل. طيب رقم 2 أعلن مصطفى كامل إلغاء معاهدة 36 وأطلق الحرية للنضال الشعبي. ده في عهد الملك فاروق. رقم 3 بقى بيقول لي كده أرسلت إنجلترا وفرنسا المذكرة المشتركة الأولى. تمام. في عهد مين؟ في عصر الخديوي توفيق. رقم بقى اللي بعد كده بيقول لي حدد العلاقة بين كل من معركة أبو قير البحرية وثورة القاهرة الأولى. ركز بقى عشان تقول بقى الحاجة دي. أولا معركة أبو قير البحرية كان من ضمن النتائج بتاعتها تمام إنها قطعت الإمدادات ما بين فرنسا والحكومة الفرنسية والحملة الفرنسية. فلما انقطع الإمدادات ما بقوش عارفين هيجيبوا فلوس منين، فبدأوا اللي هم يعتمدوا على موارد مصر. فايه اللي حصل بقى لما اعتمدوا على موارد مصر؟ قال لك ان هم نهبوا الكثير من المصريين فقاموا بفرض الضرائب، فقام الشعب المصري بثورة القاهرة الأولى. طيب وبكده نكون خلصنا محافظة الدقهلية. ركز فيها قوي، ولو انت عايز تحقق برضو اكثر استفادة حل المحافظة لوحدك وبعد كده تعالى وتأكد من الإجابة بتاعتك وادي نفسك درجة وكافئ نفسك.
وبكده نكون خلصنا المحافظة دي، واستنوني في باقي المحافظات التانية، وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.